صباح الخير ومساء عليكم. بقالنا فترة اسبوعين تقريبا ولا حاجة ما عملناش فيديوهات، بس انا كنت مسافر وكان فعلا غصب عني، كان في كذا مشكلة. لكن ادينا بنرجع تاني عشان نعمل فيديوهات. الفترة الجاية يبقى في كذا فيديو مميز، يعني كل الجملة ديت بقولها في كل الفيديوهات تقريبا. هو الفترة الجاية يبقى في كذا فيديو مميز، لان كل فيديو بيبقى فيه ترتيبات لفيديوهات جاية حلوة جدا. لكن فعلا الفترة الجاية فيها فيديوهات حلوه. طبعا الفتره ديت الناس كلها مشغوله بالنوت 10 والنوت 10 بلس، عشان هم الموبايلين اللي ماشيين الفتره ديت، او هم اللي لسه نازلين الفتره ديت وعليهم كلام كتير. وفي حاجه كذا حد لاحظها، وهي ان شركه سامسونج بتحاول تزق المستخدم اللي هو يجيب النوت 10 بلس بدل ما يجيب النوت 10 العادي. خلينا الاول نقول اصلا شركه سامسونج وفئه النوت ديت مستهدفه لانه ناس. شركه النوت ديت مستهدفه لاعلى فئه من الناس اللي عايزه اقوى اداء واقوى كاميرا، يعني ممكن نقول لرجال الاعمال اللي ممكن يعملوا كل حاجه على الموبايل بتاعهم، وممكن يحتاجوا الموبايل كبديل لللابتوب بتاعهم في بعض من الاوقات اللي هم يكتبوا عليه ملاحظات، او يكونوا محتاجين شاشه كبيره او اداء قوي. موبايل ما بيعلقش من الاخر لناس معينه شبه رجال الاعمال او الناس اللي محتاجه موبايل بيعمل معاها حاجات كتير جدا ويديها امكانيات كتير جدا. لكن فعليا الناس بدات تلاحظ ان سامسونج بتزق الناس شويه اللي هي تشتري النوت 10 بلس، الناس اللي هي عايزه اداء جامد جدا. مش بس بيكون النوت 10 بلس فرق الشاشه او شاشه اكبر من النوت 10، لكن لا، ممكن تلاقي هنا كمان كاميرات زياده او خواص زياده مش موجوده في النوت 10. فمن قبل ما ابدا كلام، عشان عارف الاقي كومنتات ديت ناس بتقول انت بتتكلم على الموبايل دوت ليه كده، وده موبايل حلو جدا. انا مش بقول الموبايل وحش، لكن انا بقول لك او بلفت نظرك ل5 اسباب ممكن تخليك تغير رايك في انك تشتري الموبايل دوت. يا اما تروح للنوت 10 بلس او تروح لموبايلات تاني مثلا شبه الوان بلس 7 برو. فكره ان الهيدفون جاك يتشال كانت حاجه هتيجي اذا كان دلوقتي او اذا كان قدام، كان قرار كده كده جاي اجلا ام عاجلا. لكن ادينا بنشوفه في النوت 10 والنوت 10 بلس ان سامسونج بتشيل الهيدفون جاك، وهي قالت ان احنا بنشيل الهيدفون جاك عشان نخلي البطاريه اكبر. لكن اظن ان اللي خلى سامسونج تحط قلم كامل في الموبايل دوت، كانت هتعرف بطريقه او اخرى ان هي تحط هيدفون جاك، او على الاقل كانت هتحط الوصله او التحويله اللي بتيجي في العلبه اللي بتحول من يو اس بي تايب سي لهيدفون جاك، لكن هم حتى مش حاطينها. فدوت بيعرفنا ان خلاص سامسونج بدات تستغنى عن الهيدفون جاك، او مش بدات، هي استغنت عن الهيدفون جاك. لو انت حد بيستخدم في معظم الاكسسوارز بتاعته حاجات بلوتوث، فانت ما عندكش اي مشاكل في دوت. لكن لو انت حد زيي ساعات بيستخدم سماعات بلوتوث، لكن ساعات تاني بيستخدم لسه سماعات بالهيدفون جاك عادي جدا، فممكن الموضوع دوت يبقى عامل لك مشاكل ويخليك تفكر مرتين. طبعا من نقط التميز في الموبايلين دول هي الشاشه اللي من غير حواف، اللي بدات تبقى شكلها مربع كده من غير حواف في الزوايا خالص. دي كانت حاجه جميله جدا وبصراحه عجباني، والنوتش اللي في النص ديت احسن بكتير من اللي كانت على اليمين، وكمان حجمها صغير. وممكن فعلا ناس كتير تفضلها عن الموتور اللي بيجي في شاشه من غير حواف خالص لكن تيجي بموتور. ممكن ناس تفضل النقطه ديت عن الموتور، لان في ناس تبقى عندها شويه مشاكل وقلق من الموضوع دوت، غير ان انت بتستغنى عن ان الموبايل يبقى ضد الميه، لان بيبقى فيه موتور بيتحرك، فالموبايل بيبقى صعب اللي هو يبقى ضد الميه. لكن حاجه لازم تاخد بالك منها ان انت لما تجيب النوت 10 العادي هتاخد شاشه 1080 بي، مقابل انك لما تاخد النوت 10 بلس هتاخد شاشه 1440 بي. ففي فرق في دقه الشاشه ما بين الموبايلين ممكن تخليك تفكر مرتين قبل ما تجيب النسخه الرخيصه اللي هي النوت 10 العادي. نيجي للاداء. الاداء طبعا محدش يقدر يتكلم عنه في النوت 10 والنوت 10 بلس، اداء خرافي بمعنى الكلمه، اداء فلاج شيب طبعا من شركه سامسونج، فمتوقع ان هيجي باعلى اداء واعلى مواصفات في كل حاجه. لكن برضو لما نيجي للنوت 10 العادي هلاقي ان اخره 8 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت مساحه تخزين، لكن في النوت 10 بلس انت عندك امكانيات اكتر من كده. بالاضافه اللي انت في النوت 10 العادي ممكن تحط خطين بس، لكن في النوت 10 بلس سامسونج لسه محتفظه بالحته بتاعتها بتاعت المايكرو يو اس دي او مساحه التخزين الخارجيه، فانت ممكن تحط خط ومساحه تخزين الخارجيه ديت حاجه مش موجوده عندك في النوت 10 العادي. زي ما قلت لكم في الاول، سامسونج بتحاول تحط حاجات اضافيه مميزه في النوت 10 بلس، او تقلل في حاجات من النوت 10 العادي عشان تخلي الناس تروح تجيب النوت 10 بلس، فديت حاجه غريبه شويه. المشكله هنا في حاجه واحده بس، ان لو حد اصلا مش بيحب الموبايلات الكبيره هيضطر اللي هو يروح مع النوت 10 العادي ويفقد المزايا بتاعت النوت 10 بلس. يعني انا واحد ما بيحبش الموبايلات الكبيره، وعندي النوت 10 بلس بشاشه قريبه من التابلت، في تابلت بيبقى 7 انش، شاشه النوت 10 بلس قربت خلاص على 7 انش جدا. اي نعم مفيش حواف في الموبايل ومسكته في ايد ممكن تبقى كويسه، لكن انا برضو لو واحد هيروح مع الشاشه الصغيره، لاني انا بستريح مع الموبايل بشاشات صغيره. لما نيجي بقى للبطاريه، فبرضو من الطبيعي اللي احنا نلاقي في فرق بين المساحه بتاعه البطاريه، لان انت عندك شاشه اكبر في النوت 10 بلس. لكن من الغريب شويه اللي احنا نشوف شحن سريع او شحن اسرع في النوت 10 بلس من النوت 10 العادي، شحن 45 واط
في النوت 10 بلس، لكن في النوت 10 العادي ما عندكش الخاصيه بتاعه الشحن السريع قوي ديت، يعني عندك شحن سريع لكن مش بنفس السرعه ديت. مش بس كده، كمان لما نيجي نتكلم عن الكاميرات، طبعا الكاميرات عملاقه جدا في النوت 10 او في النوت 10 بلس. عندك 3 كاميرات، كاميرا 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.5 ل 2.4، دي الكاميرا الاساسيه. عندك عدسه ثانيه الالترا وايد ديت 16 ميجا بكسل بتيجي في فتحه عدسه 2.2، وعندنا العدسه الثالثه التيلي فوتو، هي 2 اكس بس مش 10 اكس ولا 60 اكس شبه ما بنشوف في موبايلات ثانيه ارخص من النوت 10، لكن الكاميرا بتيجي 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.1. طيب جميل، ايه المشكله في الكاميرات؟ مفيش مشكله خالص، الكاميرات جميله جدا، لكن لما تيجي للنوت 10 بلس هتلاقي عندك عدسات ثانيه للدبس اللي في الكاميرا، عدسات مش موجوده في النوت 10 العادي، فبرضه ديت بتديك امكانيات احسن شويه. اي نعم الفرق ده ممكن على فكره ما تلاحظوش بعينك او ما يبانش قوي في الصور، لكن هو موجود، ميزه في النوت 10 بلس مش موجوده في النوت 10 العادي. وبس كده، ده كام سبب انا شايف ان انت ممكن تشتري موبايل تاني غير النوت 10 العادي. ممكن تروح مع النوت 10 بلس لو انت بتحب الشاشات الكبيره ومعاك فلوس، موبايل اظن هيبقى ممتاز جدا. ولكن لو انت عايز تعرف مزايا اكتر عن الموبايل دوت، استنى الحلقه الجايه او الفيديو الجاي عشان هنتكلم عن مزايا مخفيه او مزايا مش موجوده او محدش يعرفها او مش ناس كتير تعرفها. انا بتكلم كتير ولازم ابطل كلام. استنى الفيديو الجاي هنتكلم عن اكتر مزايا كويسه من رايي في النوت 10 بلس. الجيف اواي ثانيه، انا فاكر الجيف اواي، يعني هي الجيف اويز كتير بس اتحشرت. احنا كنا عاملين جيف اواي على لا مش على دي، اي اهو الجيف اواي بتاع النهارده. اللي كسب الجيف اواي في الفيديو اللي فات خلاص احنا اخترناه وهنتواصل معاه. اتاكد انك تعمل لي فولو على انستجرام، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن عشان تتابع مين اللي كسب. ممكن تكون انت اللي كسبت وتعرف من انستجرام، يعني احنا كده هنتواصل معاك لو انت كسبت، بس يعني ممكن مثلا تكون حاطط الجيميل وانت ما بتفتحش الجيميل، فتابع على انستجرام عشان تعرف ممكن تكون انت كسبت. عموما الناس اللي قدموا في الجيف اواي اقل من 100، يعني لو انت قدمت في اي جيف اواي بيبقى عندك فرصه كبيره انك تكسب، لان القناه ما عليهاش مشاهدات كتير، فرصتك بتكتر انك تكسب. وبرده الفيديو الجاي هيبقى عليه جيف اواي حلوه كده، لكن استنوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا فعلا. يعني مفيش حد في يوتيوب بيعمل جيف اواي من غير سبب، انا مش فاهم انا ليه بعمل كده، بس بصراحه ديت اقل حاجه ممكن اعملها لكم لانكم اصحاب القناه زي ما انا صاحب القناه. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك، لو عايز تبعته لاي حد بيناوي يجيب النوت 10 العادي ممكن يعيد تفكيره مرتين. ولو انت مش عامل سبسكرايب في القناه، يعني انزل اعمل سبسكرايب. انت بتعمل ايه؟ انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي، اتفضل عشان تشوفوا الفيديو مره تاني، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.